ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده هنتكلم موضوع مهم جدا، موضوع السلف، ان حد يستلف من حد فلوس مثلا. يعني مثلا واحده صاحبتك، او كان برضو رجاله، هم حد بيستلف من واحد، واحده بتستلف من صاحبتها، من قريبتها، ما علينا. يعني ساعات في ناس تقولك مثلا أنا ظروفي صعبة الأيام دي ومضغوطة والشهر هيخلص ومش معايا، عاوزة مبلغ كذا مثلا، وأول ما أقبض مثلا أجيبهولك. فأنت ذوقيا منك هتديها، هتسلفيها، تقولي لها أوكي مش مشكلة، هتتحرجي مادام معاكي متوفر معاكي خلاص ماشي. بس انتوا يبقى في بينكوا وعد، الصدق هنا بقى. اللي بيستلف بقى ده او اللي بتستلف دي، المفروض يعني تبقى ايه، يعني الحاجه اللي خدتها تديها لك تاني، زي ما قالت لك في الميعاد بالظبط. تقول لك يوم كذا انا هديك الفلوس، كده اتفقنا خلاص، الايه، صفحه بيضه والكلام متفقين عليه. تيجي مثلا عدى اليوم ده، ما ولا حس ولا خبر ولا اي حاجه، فانت بتحرجي، لان انا اتحطيت كده، بتحرجي ان انت تكلميها. انا بتحرج مثلا ان اقول لها انت قلتي لي في الميعاد ده هتجيبي الفلوس اللي انت خدتيها، فبسيبها مثلا يوم اتنين تلاتة، عدى اسبوع، مش هسيب اكتر من كده. عدى اسبوع ما فيش حس ولا خبر، والاخبار بتتقطع بقى. يعني ايه، تلاقي مثلا ايه، الخبر اتقطع، ولا تعرفي هي ايه ولا فين ولا ما. ولو كلمتيها او بعتلها رساله انت فين، تقول لك اه ده مشغول، ده انا في نصيبه، ده انا في كده. بتحصل، انا حصلت معايا، بتحصل. فانت تعملي ايه في الحاله دي؟ دي مشكله، يعني انت مسلفاها بنيه صافيه عشان واحده مزنوقه. لازم الواحد يقف جنب اخوه المسلم واخته المسلمه، لازم تقفوا جنب الناس، مادام مقتدرين وعندكم المقدره اقفوا، بس بحدود برضه. يعني مش العمليه ليل نهار هاتي هاتي ومفيش حاجه بترجع، لا، وبتبقى مبالغ، مش حاجات بسيطه. فبتقولك مثلا انا كده اختفت اسبوع، فبتضطر انت تتصلي بدل مرة 10. انت فين؟ انا حبيت اطمن عليكي، قلقت عليكي، وكان في ميعاد بينا ان يوم كذا تجيبي لي المبلغ اللي انت خدتيه، وعدى دلوقتي اسبوع لان انا محتاجاه. لان انا محتاجاه، ما هتقولي لي ما انا محتاجاه، وفعلا كلنا محتاجين دلوقتي، والبيوت العيشه غاليه. فتلاقي بقى الرد ايه، انا بقول لكم للناس، لو ناس كويسه خلاص عادي وجابت لك في ميعادها خلاص. بقول لكم للناس بقى اللي بتستقطع، الاستقطاع، تقول لك ايه بقى، اه لا ده انا معلش، ده انا حصل مصيبه، ما تعرفيش بقى الكلام ده صح ولا غلط ولا تأليفه، ما تعرفيش. المهم إيه، تقول لك ايه، لا ده انا حصل مصيبه وحصل وجرى وي وي استني عليا مثلا الشهر الجاي. دخلت في الشهر اللي بعديه. يعني انت كنت مستلفه يوم اتنين تلاته، عدى اسبوع كلمتك، انت بتأجليها للشهر اللي بعديه. طب وبعدين الحوار ماشي ازاي؟ طب انا مطلوب مني مثلا استناكي شهر كمان؟ طب ماشي، انا بقى اخلاقي اوكي وطيبه وكده، واستنيتك الشهر، بعد كده انا هعمل ايه؟ هبقى بقى بعد كده اسلفك، اخد مثلا عليكي وصلات امانه مثلا، ولا هعمل ايه؟ فالشهر عدى، ده حصلت، انا بقول لكم الانواع اللي كده. طيب انت فين؟ انا استنيتك كتير ودي اخر حاجه، معلش انا مش هقدر، لو تستنيني بعد كده معناها خلاص، معناها ان الفلوس راحت ولم ترجع تاني. استعوضي ربنا على المبلغ ده، وحصلت. فاستعوضت ربنا وقلت خلاص، كأنهم وقعوا مني، كأني اشتريت بيهم حاجة، كأني وديتهم لحد غلبان، خلاص كأني ماشية ووقعوا، اتسرقوا خلاص. بس بعد كده بقى اما تيجي تستلف هقول لها مش معايا، على قد اللي جاي رايح ومش معايا سلف. فالبجاحة بقى بتوصل لإيه؟ يعني انت خلاص الفلوس كده كلتيها عليا وكذبتي، كذبتي وكلتيها عليا، وانا كرم اخلاق مني عديتها وخلاص، وقلت بيني وبين نفسي انا مش هسلف تاني. يوم يحصل ايه بعد كده، تعدي شهرين، طب سلفيني مبلغ كذا. فقلت لها صراحة، ما فتحتش القديم عشان مش عاوزة افتح حوارات وكلام وكده، بس قلت على طول صراحة، بصراحة مش هقدر اسلف لان مش معايا متوفر، انا اللي جاي رايح وعلى قد المصاريف. المرة اللي فاتت انا كان معايا متوفر المبلغ ده، فانت ما قلتيلي انا اديتهولك. فانتوا قولولي، حصل حد معاكم قبل كده المواقف دي، او سمعتوا ان ناس تانية حصل معاها المواقف دي؟ ورأيكم في اللي انا عملته ده غلط ولا صح؟ ان انا قلت لها انا مش هقدر بعد كده، لان المصاريف على قد اللي جاي رايح، مفيش فايدة عندي. المرة اللي فاتت كان في فايدة عندي. فقولولي الكلام ده صح ولا لا. شاركوني بالكومنتات وبآرائكم وبالكلام، عشان رأيكم يهمني جدا،
لان القناه دي بيكو ومعاكو هتكبر، بيكو ومعاكو هتكبر. يا ريت تقولولي في الكومنتات حصل ولا ايه وكلامي صح ولا غلط اللي انا عملته ده. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. اشتركوا في القناه يا حبايبي عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ويشرفني انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس يوصل لكم كل فيديو جديد. سلام.